وحماية مدنية في 5 سيارات إطفاء، في خدمة مياه شرب متاحة، وتنظيم المرور في المنطقة بيتم بمعرفة الإدارة العامة للمرور. طيب دكتور علي، الجامعة شغالة النهاردة؟ لا، الجامعة ولا حديقة الحيوان ولا حديقة الأورمان ولا المدارس اللي بتفتح أبوابها على شارع الجامعة. طيب رشح للعدد ده يعني ممكن أن يصل إلى آخر النهار إلى 10 مليون. لا، المكان ده ما ياخدش. ممكن ياخد يعني هل يعني الرقم كان مجازي في التعبير، ولا يعني ممكن ياخد قد ايه؟ يعني يحتوي قد ايه يعني المساحه دي؟ يعني لا تزيد عن 40 إلى 50,000. طيب حضرتك قلت يعني في تأمين للمنشآت العامة والخاصة الواقعة يعني في هذا المحيط ومحيط الجامعة تحديدا. تأمين سكان المنطقة والمرة ده مهم جدا، ده يأتي في مقدمة الأولويات المحافظة. يعني ان طبعا جميع المداخل العمارات في المنطقة المحيطة كلها مؤمنة ومكفولة، وده اللي احنا بنحاول نرسخه، انه حق التظاهر مكفول للجميع، ولكن يجب عدم الاعتداء على حرية الآخرين أو حق الآخرين في مزاولة الأنشطة الطبيعية، وعدم الاعتداء على أي ملكيات خاصة كسيارات أو خلافه.